حبيت اليوم إني أقدم لكم خلية نحل بشكل جديد، خلية نحل بترند دبي محشية شوكولاتة وبزبدة الفستق. أتمنى تستمتعوا معي بطريقة اليوم. حضرتها معكم لأول مرة لأني كنت متحمسة أشوف هذا الخليط حيكون كيف. يلا نبدأ. نحتاج وعاء عميق لتحضير العجين، كوب واحد من الماء الدافئ. نضيف للماء ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف وملعقة كبيرة من الخميرة. يستبدل الماء مع الحليب البودرة بكوب واحد من الحليب السائل. نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر. نخلط المكونات جيدا. ممكن أن نعمل اختبار للخميرة إذا مش متأكدين من فعاليتها. نضيف بيضة واحدة بدرجة حرارة المكان وملعقة كبيرة من الخل وملعقة صغيرة من الفانيليا. تستبدل البيضة بملعقتين كبيرتين من الزبادي. ندمج المكونات مع بعض، ونسيت ما أضيف ربع كوب من الزيت. هذه هي كل المواد السائلة اللي نحتاجها في عجينة خلية النحل. المواد الجافة نحتاج دقيق. كمية الدقيق تقريبا 3 أكواب. نضيف أول كوبين ثم ندمج المكونات لنتأكد من القوام، لأن كل نوع دقيق يختلف عن الآخر بدرجة امتصاصه للسوائل. ممكن تستخدموا أكثر من الكمية اللي استخدمتها أنا، وممكن تستخدموا أقل. لازم تتحكموا أنتم بكمية الدقيق اللي حتضيفوها للعجين. أضفت تقريبا 3 أكواب إلا ربع من الدقيق. ورشة الملح نضيفها كآخر مكون بعد إضافة الدقيق. تقريبا معي ربع كوب مركون على جنب من ثالث كوب. ننم العجين ونشوف هل القوام ما زال يحتاج دقيق أو لا. العجين يفضل إنها تكون ملتصقة قليل في اليد. كل ما كانت العجينة رطبة وملتصقة كل ما كان النتيجة ممتازة وتكون العجينة قطنية أكثر. تقريبا أضفت 3 أكواب إلا ملعقة كبيرة. آخر مكون أضفت ملعقة كبيرة من الزبدة. هذا المكون اختياري، ممكن تتخلوا عنه. نعجن الآن لمدة لا تقل عن 10 دقائق. نجاح أي عجين بأي نوع من أنواع الفطائر أو المخبوزات يعتمد على العجن. إذا في عجان يكون أفضل. حاولوا تعجنوا لمدة لا تقل عن 10 دقائق. كل ما كثر العجن وازداد وقت العجن كل ما كانت النتيجة مرضية وحتكون العجينة قطنية أكثر. بعد 10 دقائق من العجن نغطي العجين لترتاح في مكان دافئ. إذا حابين يكون التخمير أسرع حطوها بمكان دافئ حتتخمر بشكل أسرع. غطيتها بنايلون وحركنتها على جنب. بعد تقريبا ربع ساعة، هو يعتمد على حرارة الجو. إذا كان الجو حار حتخمر معي سريع، وإذا كان الجو بارد حتحتاج وقت أطول إنها تتخمر. نفرغ العجين من الهواء. دائما بوقت تشكيل أي نوع فطائر نحاول نغطي العجين. نأخذ قطعة من العجين ونغطي البقية حتى ما ينشف معنا الوجه. للحشو نحتاج شوكولاتة. أخذت شوكولاتة خام دارك أو ممكن شوكولاتة بني وقطعتها لأجزاء صغيرة علشان الحشو. أخذت قطعة صغيرة تقريبا 20 جرام. إذا حابين تستخدموا الميزان لأجل يكونوا كلهم نفس الحجم. نحشيهم بقليل من قطع الشوكولا اللي قطعناها، وبعدين نلم العجين نفس طريقة حشوها بالجبن. بعد ما لميناها احتجت إلى قالب مقاس 30 سنتي. دهنته بزيت ورشيت عليه طحين. ممكن تبطنوا الصينية بورق زبدة حيكون أفضل. نكمل حشو بقية العجين. مثل ما قلت سابقا نحاول نخلي كل القطع متساوية في الحجم. لما نرتبهم بالصينية يفضل نحطهم جنب بعض علشان يكون شكلهم ممتاز بعد التخمير. هذه كل الكمية تقريبا 40 قطعة. مثل ما تشوفوا خليتهم متقاربين من بعض، ما بعدتهم من بعض.
غطيتها بنايلون أو ممكن تغطوها بأي غطاء أو علشان تتخمر براحتها. غطيتها بمكان دافئ لتتخمر مرة أخرى. أثناء ما تتخمر نجهز خليط التلميع: ملعقة صغيرة سكر، وملعقة صغيرة من الحليب المجفف، وتقريبا ربع كوب ماء. هذا الخليط اللي حندهن فيه خلية النحل بعد ما تتخمر. شعيرية باكستانية مش محمصة ولا شيء، كسرتها فقط، وتقريبا نصف كوب، وخليتها على جنب علشان بعد ما تخمر العجين يكون كل شيء معي جاهز. شوفوا تقريبا بعد 20 دقيقة تقريبا كيف أضاعف حجم خلية النحل. لازم نخمرها مرة أخرى. هذه معلومة لازم تحطوها في بالكم علشان تكون النتيجة ممتازة وتكون العجينة قطنية. دهنتها بخليط التلميع، ممكن تدهنوها ببيضة مثل ما تحبوا، لكن أني أحب أني أدهنها بهذا الخليط. رشيت عليها الشعيرية الباكستانية اللي كسرتها، وزعتها على كل القطع. تقريبا تبقي معي كمية بسيطة، قدمتها كلها. في هذه الأثناء نكون شغلنا الفرن درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتأخذ معي من 15 ل 20 دقيقة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. اشتركوا بقناة خلاط ليصلكم كل تجاربي اللي أسويها. بعد ما طلعت معي من الفرن تكون قاسية، وهذا ينطبق على كل الفطائر. إيش نسوي؟ إما نرش عليها ماء، يفضل استخدام البخاخ الماء، لكن ما كانش متوفر معي، أو ممكن ندهنها بزيت أو زبدة وبعدها نغطيها بكيس مثل ما تشوف. البخار اللي حيطلع منها حيخليها تطرى. هذه أهم خطوة ممكن حتستفيدوا منها في فيديو اليوم. شوفوا كيف الخلية أصبحت طرية. تقريبا 5 دقائق نشيل منها الكيس وخلاص أصبحت جاهزة لتوزيع الحشو. خلية دبي أكيد فيها زبدة الفستق وزبدة البستاشيو، كلكم صرتم تعرفوا بسبب ترند شوكولاتة دبي. بصراحة ميكس صوص البستاشيو مع الشعيرية الباكستانية أو الكنافة المحمصة يعطي طعم رهيب وممتاز مع الشوكولاتة. فأغلب الفيديوهات الآن صاروا يستخدموهم يا إما كريب يا إما كيك يا إما. فأنا اليوم حاولت إني أسوي خلية نحل بنفس النمط، إني أضيف صوص البستاشيو، شعيرية باكستانية ممكن تستبدلوها بكنافة، وكمان الشوكولاتة بالمعجنات. نشوف كيف حيكون الطعم. طعم رهيب ممتاز للي يحبوا هذا الخليط. العيب الوحيد اللي ما عجبني بخلية النحل هذه إن الشعيرية الباكستانية أصبحت طرية قليل، يعني ما كانت مقرمشة مثل الشوكولاتة الدبي، يمكن لأنه غطيناها طرية بالمقابل. لكن على العموم الطبق ممتاز وحلو للي يحبوا هذا الترند وحابين تجربوا خلية نحل بشكل جديد.